مساء السكر. انا جايبه لكم احلى طاجن عكاوي ممكن تعملوه في البيت، فظيع وطعمه مظبوط جدا وبالعيش، والعيش بتاعه تحفه، بيتاكل بالعكاوي وبيبقى طعمه فظيع. اللحمه بجد دايبه قوي ومستويه قوي، يعني شوفوا فظيعه بجد. انا اسمي داليا عاطف، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا كل فيديوهاتي. يا ريت تجربوه، هيعجبكم جدا. يلا بينا بقى عشان نشوف الطريقه الفظيعه دي. اول حاجه هسلق العكاوي انا بشوحها الاول علشان بتاخد طعم حلو. بشوحها الاول مع الخضار ومع الحبهان وورق اللورة والفلفل الاسود، يعني بحط لها بصلتين كبار وطماطمايه وجزرايه واربع حبات حبهان وورقتين لورة ونص عود قرفة وفلفل اسود، وبشوحها كويس قوي على النار، وبعدين بسيبها تستوي براحتها خالص. اول لما بتبدا ما يبقاش فيها ميه ببدا ان انا احط لها الميه، بحط لها ميه مغليه طبعا علشان تستوي بسرعه. العكاوي بتاعتي هنا خلاص اتسلقت، هبدا ان انا اعمل الخلطه اللي انا هحط فيها العكاوي في الطاجن. الخلطه بتاعتي بتكون عباره عن 3 بصلات، بصلتين بقطعهم جوانح وبصلايه بقطعها مكعبات. على فكره تقطيعه كل بصل، يعني اي بصل بيتقطع بطريقه معينه بيدي طعم مختلف، يعني تقطيعه المكعبات غير تقطيعه الجوانح غير التقطيعه المبشوره خالص، كل دوت وبيدي طعم مختلف، كل تقطيعه مختلفه وبتدي طعم مختلف. اول حاجه هحط مكعبين زبده على شويه زيت صغيرين، وهبدا ان انا انزل بالبصل الاول. هنزل بكل كميه البصل بتاعتي. اول لما البصل يبدا ان هو ياخد لون هبدا انزل ببقيه الخضار. اول لما البصل يبدا يدبل عندي هبدا ان انا انزل بالخضار، اللي هو عباره عن نص فلفلايه حمراء ونص فلفلايه صفراء ونص قرن حامي. لو انتم مش حابين او مش حابينه حراق ممكن تحطوه فلفل اخضر عادي، مفيش مشكله. وطماطمايه متقطعه مكعبات، وبقطع كل الخضار ده مكعبات، وبعدين بسيبهم يتشوحوا مع بعض. واول لما يبداوا ان هما يدبلوا شويه ببدا انزل بالبهارات بتاعتي، اللي هي عباره عن معلقه صغيره توم باودر ومعلقه صغيره بصل باودر ونص معلقه صغيره بابريكا ومعلقه صغيره كزبره ناشفه ومرقه دجاج ورشه قرفه ورشه 7 بهارات ورشه فلفل اسود. بقلبهم كويس مع بعض. وعلى فكره الكزبره الناشفه هي اللي بتدي طعم مميز قوي للطاجن ده، يا ريت ما نستغناش عنها. وبنزل بطماطمتين مبشورين، واول لما الخليط بيبقى سميك معايا شويه بنزل بنص كوبايه من الشوربه وبسيبها تتسبك براحتها. واول لما الصوص بيبدا ان هو يتقل معايا ببدا ان انا اطفي عليه واحط العكاوي في الطاجن واحط عليها الصوص، وبرش على الطاجن من فوق رشه كزبره ورشه فلفل اسود وبدخله الفرن. نيجي بقى للعيش اللي هيتحط على وش الطاجن. اول حاجه انا عندي هنا كوبايه دقيق وعليها معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الخميره، وببدا ان انا اعجن بميه. هو بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، لو انتوا عايزين تضاعفوا الكميه ما فيش اي مشكله، بس انا كنت عامله طاجنين صغيرين. معايا اول لما العجينه بتتلم معايا بحط عليها معلقه زيت والمها كويس واحطها في بوله واسيبها تخمر، وبعدين لما بتخمر ببدا ان انا انزل بشويه دقيق وافرد العجينه بتاعتي. بفردها على قد الطاجن، او ممكن ان انا افردها عادي واحطها على الطاجن واقطعها زي ما انا هعمل دلوقتي. انا بفرد العجين على الطاجن بعد ما الطاجن يكون كده كده خلاص دخل الفرن وخرج وخد الوش وكله بقى تمام. ببدأ ان انا افرد العجين وبشغل الشواية، والفرن كده كده من تحت بيكون شغال، بس انا بحطه على الشبكة اللي تحت الشواية، وفي خلال 5 دقايق بيكون الطاجن جاهز وبيكون العيش متحمر ولونه جميل قوي. انا بدهن العيش من فوق بالزبدة وبرش عليه رشة حبة بركة، لو حابين ترشوا سمسم براحتكم، لو مش حابين حاجة خالص وحابين تدهنوه بالزبدة بس براحتكم، وهيكون لونه حلو برضو. وبون ابيتي وبألف هنا وشفا للي هيجربوه، واتمنى يعجبكم وتكتبولي في الكومنتات.